15 استثمار بتتغلب على الركود الاقتصادي. 10 استثمار السلع والمواد الخام، وهم بيتقسموا ببساطة لأربع أنواع. أول نوع المعادن، الطاقة، المنتجات الحيوانية، والمحاصيل الزراعية. كلنا شفنا بعد حرب روسيا وأوكرانيا حصل إيه في أغلب المحاصيل، زي مثلا القمح اللي هو واحد من أهم المحاصيل الزراعية في العالم. الناس بتعيش عليه في كل الدول باختلاف ثقافتهم، سواء بقى بيعملوه عيش بلدي لحد الكرواسون والمافن. الناس هتفضل تفطر وتتغدى وتتعشى، او على الاقل يعني هتحاول. كذلك القطن اللي بيدخل في صناعه كل ملابس الناس اللي في العالم كله، والملابس القطنيه تعتبر افضل انواع الملابس. وطبعا القطن المصري معروف بجبروته وقوته. البن مثلا اللي بقى واحد من اساسيات حياه الناس دلوقتي، ووقت الازمات الانتاج بيقل، بالتالي السعر بيزيد. وشفنا دلوقتي برضه سعر البترول والغاز حصل له ايه في اليومين اللي فاتوا، بيزيد وقت الازمات نتيجه ان كل الدول بتتسابق عليه، واحنا داخلين دلوقتي على الشتاء اللي بيخلي كل دول اوروبا